السلام عليكم البنات، كي راكم حباباتي؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كاع بخير، وان شاء الله يا ربي هذا الفيديو تاعي يلقاكم في احسن صحه واحسن حال. صحه فطوركم حباباتي، مع باش وقتها غادي يوصلكم هذا الفيديو. المهم نقولكم صحه فطوركم ولا صحه سحوركم وصحه رمضانكم تاني نعاودها لكم، وكل عام وانتم بالف خير. نبداو الفيديو بالصلاه والسلام على خير الانام محمد عليه افضل الصلاه وازكى تسليم. ما تنساوش حبيباتي قبل ما تبداو تفرجوا في الفيديو ديروا جيم، ولاول مره تزور قناتي دير اشتراك وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. المهم البنات كيما راكم تشوفوا هنايا، شفتوا لي داك المنظر تاع الكوزينه كي كاسه نقيه وشابه وكل شيء فيها مرتب هنا كيما قال لك من زين النقال وكان يبقى. المهم حبيباتي على بالي ما غاديش يبقى غير باكي، نبداو نبداو نديرو في الفطور كلشي ينقلب. هنا كيما شفتوا كنت نكيت الخضره اللي غادي ندير بها الحريره نهار تاع اليوم. ما عندي والو حاجه، ما كانش، ما كان لا خضره، لا عفوا ماشي خضره، ما كان لا حريره لا بوريك لا، يعني كلشي غادي نبداه من الصفر كيما قال لك. كلشي غادي نديره اليوم كيما شفتوا. هنا قطعت الخضره وجبت هاد الكيكوطه الكبيره غادي نقطعها نديرها فيها ونبدا نوجد في الحريره. شيرات تكون كيما انا اللي الحريره يبغوها غير يومين ثلاثه الاولى، ومن بعد صايت وليت يوم ثقيله. صراحه احنا الحريره ولينا ما ناكلوهاش بزاف، ولكن نديرها باسكو ولادي ياكلوها ونتلقاها يعني هكا في النهار نحمي لهم في الفطور. شكون كيما انا على بالي كاع الامهات كاع البيوت الجزائريه ملي يدخل رمضان هما الاطفال حريره بالخبز حريره بالخبز حتى يكرهوا منها. المهم حبيباتي درت الحريره تاعي تقلى، درت الخضره مع هذاك اللحم تقلى. انا ما غاديش نشارككم وصفه، كاني مشاركه معكم شحال من وصفه في القناه. وهنا غادي نحضر معكم واحد الطبق تاع كروكيت باللوبيا خضراء محشيه بلحم بصدر الدجاج. تجي وصفه تجي رائعه يا البنات، تجي بزاف شابه يعني عصريه وتاني اقتصاديه وبشكل جديد، تجي بزاف شابه. تبعوا معايا الوصفه حتى الاخير. شوفوا انا هاد الوصفه شاركتها معكم في اول رمضان اللي كي كنت حاله قناتي هنا اول رمضان، بصح كاينه في فيديو طويل على بالي بلي ماشي كاع منتبهين لها، قلت نعاودها لكم اليوم. يعني وصفه تجي بزاف شابه. هنا كيما شفتوا اللوبيا تاعي غسلتها ونقيتها ودرتها تفور، غادي نخليها تفور. وهنا رحت ندير فليزي بيست الحريره، يعني كل نهار وبركته، نهار حريره نهار شوربه نهار يعني كل نهار وكيفاه كل وحده انا صراحه البنات راني نقتصد في ماكلتي يعني قدر المستطاع. راني ندير غير الحاجه اللي ناكلوها، يعني الحمد لله يا ربي من نهار دخل رمضان ما رميتش حاجه ولا حسيت بلي حاجه بقات لي ورميتها ولا دخلتها وخرجتها للفريجيدير بزاف. يعني ندير شا ناكل انا، شا ياكل زوج تاعي، شا ياكل ولادي. هذا ما كان ما نديرش حاجه زياده ولا نكتر الماكله بزاف ولا نتشهى ولا، يعني الصايم كاع يتشهى، ولكن انا في النهار ندير حاجه اللي ناكلها وندير شكاين باش نتجنبوا التبذير. وما ننساوش خاوتنا في غزه يعني راهم يموتوا بالجوع، وحنا نبقاو نديروا اطباق وخمسه وبعدين حاجه ناكلوها والاخرين كاع يترميو. ماشي مليح هكا. كيما راكم تشوفوا جبت هاد العظم تاع الدجاج كان عندي، تاع صدر الدجاج كان عندي، قليته هنايا مع نص حبه بصل كيما شفتوا. درت شويه زيت وغادي نقليه باش نحضر لاصوص اللي ندير فيها الكوريه تاع اللوبيا خضراء بصدر الدجاج. كما قلت لكم تبعوا معايا الفيديو وغادي تشوفوا الوصفه. قلت لكم وصفه تجي بزاف شابه، انا صراحه عن نفسي نبغيها بزاف. المهم حبيباتي كما شفتوا هنا انا درت فلفل اسود ودرت حبه تاع جامبو ودرت شويه سكنجبير ودرت الرند. وطبعا انا هاد المرقه بغيتها تجي شويه حمراء ماشي بيضاء، درت لها مغرف صغيره تاع طماطم مصبره كما شفتوا. وكي نقولوا لوبيا خضراء يعني لازم نديروا لاصوص نديروا فيها الثوم باش تجي شابه كما شفتوا. هنا ربيت الثوم ومرقت يعني ما كثرتش الماء بزاف، غادي نقص عليها ونخليها طيب ونروح نوجد معكم الحشو تاع اللوبيا اللي غادي نديره دروك. المهم البنات كما راكم تشوفوا هنا عطرت اللحم تاعي بليزي بيس كيما راكم تشوفوا. درت فلفل اسود، درت توابل دجاج، درت سكنجبير، يعني درت يعني مشاركه معكم هذا التتبيله دائما يعني تقريبا نفس كاع صدر الدجاج نديرو فيه هاد التوابل. درت الملح كيما راكم تشوفوا، الا بغيتو ديروا جامبو ثاني ديروا جامبو فيه. ودرت كيما راكم تشوفوا هنايا قزبر يعني قطعتها رقيق كيما قلت لكم. يعني كاع اي حشو تاع صدر دجاج يجي فيه نفس لي زيبيس. المهم البنات كيما شفتوا هنا حباباتي، وهنا غادي نزيد لا شابلور. انا درت جوج مغارف يعني مغرف كيما راكم تشوفوا غير مغرف صغيره اللي نديروا بها السكر ماشي كبيره، درت غير زوج. وهنا نزيد البيض يعني ما نديرش كاع حبه كامله، باسكو كان نديروا حبه كامله غادي نجرو كاع اللحم ونضطروا ان نزيدوا الخبز مطحون. يعني ما تجي فيوندا شي اغلبيتها غير شابلور، كاع البنات تاعها تروح ما نكتروش بزاف.
حاجة دائما كي نكتروا منها بزاف ما تجيش شابة. وهنا اللحم تاعي بعد ما عطرته كيما شفتوا كملت، جيت هنا نشكله سبيعات. هنا الحجم تاع السبيعات نتوما تتحكموا فيه، يعني تتحكموا فيه في الاول كي تقطعوا اللوبيا تاعكم. كاين اللي تخليها كاع طويله، تبغي تخليها كي تخليها طويله تجي الحبه كبيره بزاف، يعني لازم لك كي تخدميها وتكمليها توجديها تقطعيها. انا هنا نفضل نديرها كيما راكم تشوفوا، يعني هذا الشكل ماشي كبيره بزاف، متوسطة الحجم، وعلى حساب كيما راني مقطعه اللوبيا تاعي. وهنا كيما راكم تشوفوا درت اللحم ودورت عليه كاع هذيك اللوبيا. يعني نتمنى تكونوا فهمتوا الشكل تاعها. هنا كيما راكم تشوفوا يعني هذيك اللوبيا ندوروها نغطوا كاع هذاك الحشو تاع عفوا تاع صدر الدجاج، هذيك كاع هذيك السبيعه تاع صدر الدجاج نغطوها كاع باللوبيا خضراء كيما راكم تشوفوا. هنا ما تنساوش اللوبيا خضراء كي نفوروها نديروا لها الملح وما نكتروش بزاف، انا ما ننساوش باللي الحشو فيه الملح وثاني لاصوص فيها الملح. وانا حباباتي بعد ما شكلتها كاع كيما شفتوا انا رمتها فرينه وبيض وشابليغ. هنا كنت تقولوا لي نخافوا منها تتحل، ما تتحلش البنات، يعني ما تخافوش خدموها وعينيكم مغمضين. صراحه وصفه تجي بزاف شابه، نتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. يعني كما قلت لكم كل يوم نتعلموا حاجه جديده، نحاولوا نغيروا هكا ونبدلوا ونديروا حاجه اللي ناكلوها واللي ياكلوها وليداتنا، ماشي نبقاو غير نتشهاو. انا هذا العام ما راني ندير لا مملحات لو كما ما قلت لكمش، بزعما هذا العام ما راش عندي فور هنا في هذه الدار الجديده اللي راني فيها، ما عنديش الفور تاعي بقى في داري قديمه ما جبتهاش. راني ندير غير حاجه غير بوراك حريره، ندير يعني غير حاجه اللي طيب هكا بصح حاجه اللي تحمر في الكوشه كاع ما كاش. وهنا حباباتي كما شفتوا درت الزيت يحمى ودرتهم يقلاو، غادي نخليهم حتى يتحمروا مليح ونبدا نقلب فيهم كيما راكم تشوفوا. يجي الشكل تاعها شباب، يعني من برا كي تشوفوها هكا تحمرت ما تعرفوهاش باللي هذه لوبيا خضراء. لو كان ما تقسموش الحبه قلت لكم تجي وصفه بزاف شابه. وهنا لاصوص تبقى يعني كل وحده تبغوا ديروها باللحم تاع الدجاج باللحم تاع الخروف، يعني باش اللي متواجد عندك خدميها. ديريها يعني ديريها طبقة تحطيها للضيف، ولا صراحة البنات تجي شابة. المهم حباباتي كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما تحمرت كيما راكم تشوفوا الزيت تاعي راه نقي، يعني ما تخافوا منها لا تتحل لكم لا والو. المهم البنات انا غادي نخليها نبقى نقلب فيها حتى تحمروا كاع الحبات اللي عندي. وبعد ما نقليها نقلعها بجهه ونروح نديرها في هذيك لاصوص اللي كنت وجدتها معكم ديجا، راني نقصت عليها وخليتها طيب في عقلها. المهم البنات هادو هما الكروكيت تاوعي كيما راكم تشوفوا بعد ما حمرتهم في الزيت كيما شفتوا. هنا طبعا علاه نرجعوهم في لاصوص باسكو اللحم من الداخل ما يكونش طايب مليح، على هذيك نكملوا له طيابه في لاصوص. المهم حبيباتي كيما راكم تشوفوا هادو هما الكريات تاعي غادي نستفهم في هذيك لاصوص، خلوها نقص عليهم ونخليهم حتى يتشربوها مليح. واللي تبغيهم مقرمشين كاين اللي يبغوا زعما يبغوا حاجه هكا مقرمشه ما يبغوهاش مشمخه في لاصوص يخلوهم بجهه. المهم انا هذه هي فكره تاعي نديرهم بهذه الطريقه، وانتم كل وحده وطريقتها الخاصه. نكمل نستف كاع الحبات اللي عندي كيما راكم تشوفوا هنا حباباتي كيما راكم تشوفوا هنا ونخليهم يتشربوا لاصوص. وهنا البنات غادي ندير بوراك، قلت نبدل شويه ندير بوراك تاع بطاطا. شوفوا نعطيكم نصيحه كي ديروا بوراك تاع بطاطا دائما يكون عائلي يكون عندكم اوراق تاع الديول يكونوا نوعيه تكون شابه. انا كاع من تجربتي لقيت الديول تاع العائله هما كاع هما النوعيه المليحه اللي ما يخرجوش، يعني تاع البطاطا كي ديروه وتكون الاوراق هذيك تاع الديول تكون رقيقه كي تجيو تقلوهم شويه تحسوهم تحسوا بداو يخرجوا على هذيك وديروا مع الفرماج يخرج لكم الحشو. ولكن كي تكون نوعيه تاع الديول تكون شابه ما تخافوش منهم. صراحه انا من تجربتي تاع العائله هو احسن نوعيه. المهم البنات كيما شفتوا هنا زدت عليه كميه تاع صدر الدجاج كيما راكم تشوفوا كنت طحنته وقليته بجهه. هنا خلطت بطاطا درت 2 حبات تاع بطاطا يعني متوسطين الحجم ماشي كبار بزاف كيما راكم تشوفوا البنات، وزدت عليهم صدر الدجاج وغادي ندير لهم فلفل اسود. انا ما نكثرلاش لي زيبيس بزاف، وثاني ماشي ما نكثروش البطاطا بزاف ماشي تولي بطاطا بالبوراك ماشي بوراك بالبطاطا. المهم يعني ما تكونش كاع كميه كبيره. وشوفوا الديول عفوا البوراك تاع البطاطا يبغي الفرماج بزاف، يعني باش يجيكم من شباب ديروا الفرماج بزاف. لما كثرتوش فيه الفرماج وما درتوش نوعيه تاع فرماج تكون بنينه ما يجيكمش كاع شباب، يعني تحسوا روحكم راكم تاكلوا غير في البطاطا. المهم حباتي هنا درت كميه تاع معدنوس كيما راكم تشوفوا هنا انا عندي هذاك الفرماج كيما نقولوا تاع البيضو. هنا درت كميه كيما راكم تشوفوا البنات عمرت 2 مغارف يعني حوالي 3 مغارف كبار مليح، وغادي نخلطهم كاع مع بعضهم.
أنا اللي عندها زيتون مقطع الزيت، كاين اللي تبغي دير الطون، يعني كل وحدة واش تبغي، يعني كيما قلت لكم نطيبوا على حسابنا، يعني كل وحدة واش يبغوا أهل بيتها دير كيما هكا، يعني حاجة اللي ياكلوها ماشي حاجة اللي نديروها ومن بعد تترمى ما ياكلوهاش. كيما قلت لكم نتجنبوا التبذير. المهم حباتي وكل وحده تعيش حسابها، يعني كل واحد واش عطاه ربي، كل واحد تكتب عليه، وهذه هي، والحمد لله على كل حال. الله يدومها علينا نعمه، وان شاء الله ربي يحفظها من الزوال. المهم حباباتي وهنايا جبت صراحه هاد النوعيه تاع بريكشا مليحه، ولكن من الاحسن ديون تاع العائله هو النوعيه المخيره، يعني اللي ديرهم وعينيكم غامضين تاع العائله، حتى ولو كان ديروا الحشو تكون حامي ما يتفتت لكمش. بصح هذا انا نكره هذا اللي يديروا فيه ساشيات تبقاي تحلي فيه، يعني يدي معانا الوقت. لكن تاع العائله نحلوه بكل سهوله. انا دائما كي يكون عندي هكا نقسمها في النص، يعني نقسم كاع العلبه في النص، ومن بعد نبدا نحل فيها غير بالعقل. انا نعمر الحبات تاعي ونرجع لكم. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله، لا ينسانا الله، ستحط قلوب وجباه على أرضه شوقا وصلا. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله. وكيما شفتوا هنا حباباتي كنت درت البوراك تاعي تغلى، وهذيك السلطه تاعي درت يعني غير سلطه سامبل كيما شفتوا، يعني غير بيضه فلوروديه كنت طيبتها في الماء ودرت لها الملح والخل والزيت وخيار وطماطيس. يعني ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعي. كانت هذه هي الوصفه تاعي لنهار اليوم. كيما راكم تشوفوا البنات هذا هو هذه الطبق تاع اللوبيا تاعي. شوفوا كيفاه يجي داير من الداخل، صراحه تجي شابه بزاف هاد الوصفه، نتمنى تجربوها والله صدقوني تجي بزاف بنينه، تجي رائعه كيما قلت لكم. شوفوا كيفاه تجي دايره من الداخل. ان شاء الله نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاعي. ما تنساوش حبايباتي ديروا جيم وتبارطاجوا الفيديو تاعي مع صحاباتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.